السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد لتوقعات مباريات يوم غد الخميس. إذا لدينا 4 مباريات كالعادة في نهائيات كأس العالم، يعني آخر مباريات الجولة الأولى، وبعدها سندخل في مباريات الجولة الثانية. إذا سنقوم بتحليل هذه المباريات وإعطاء التوقعات، وأيضا في آخر الفيديو سأعطيكم نسب الأوديتي الخاصة بهذه التوقعات على موقع وانكسبت. إذا أصدقاء، بالنسبة لقناة تليجرام كان هناك رهانان فقط، رهان في مباراة الصباح ورهان في مباراة المساء. يعني لم أكن منتهي طوال اليوم للأسف، يعني اكتفينا برهانين فقط. الرهان الأول منتخب المغرب مع منتخب كرواتيا، انتهت المباراة ب0-0. أعطيت أن يسجل منتخب المغرب هدف في المباراة، لم يستطع التسجيل، ضاع هذا الرهان. والرهان الثاني المباراة الأخيرة في هذا اليوم، مباراة في نفس المجموعة، منتخب بلجيكا مع كندا. أعطيت انتصار منتخب بلجيكا، بالفعل انتصر منتخب بلجيكا بهدف ل0. أوضد 1.58. إذن ربحنا رهان وخسرنا رهان واحد. بالنسبة لمباراة المنتخب المغرب مع كرواتيا، للأسف كانت مباراة سيئة من كلا المنتخبين. مباراة يعني تكتيكية بشكل كبير. منتخب المغرب كان خائف من تلقي الأهداف من كرواتيا، وأيضا بدوره المنتخب الكرواتي كان متحفظ كثيرا وخائف من المنتخب المغربي. لم نشاهد مباراة جيدة، كانت مباراة مملة بين المنتخبين، على عكس نفس المجموعة، مباراة بلجيكا وكندا. المنتخب الكندي قدم أداء جيد جدا، لم يكن يستحق الخسارة، أضاع ركلة جزاء. يعني منتخب بلجيكا أيضا قوي، لكن المنتخب الكندي يعني قارع المنتخب بلجيكا وهاجم يعني بشكل قوي ولعب بشكل مفتوح. وفي نفس الوقت يعني لم يكن يستحق الخسارة وخسر بهدف ل0، يعني نتيجة مشجعة للمنتخب الكندي. يعني كانت المباراة في هذه المجموعة، هذه المباراة كانت مباراة جيدة قوية، على عكس المباراة الأولى المنتخب المغربي مع منتخب كرواتيا، كلا المنتخبان لم يقدمان أي شيء. إذا أصدقائي، نذهب إلى توقعات مباريات يوم الغد. قلت آخر مباريات الجولة الأولى هذه المباريات، وبعدها ندخل في مباريات الجولة الثانية ونقترب من الحسم وحسم المتأهلين إلى الدور المقبل، دور ثمن النهائي. إذا مباراة منتخب سويسرا مع منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون المنتخب الأفريقي المشارك في كأس العالم قطر، إذا نتمنى له التوفيق. المنتخب الكاميروني، أقول أن منتخب الكاميرون طريقة لعبه يلعب بشكل مفتوح، أيضا منتخب سويسرا يلعب بشكل مفتوح، يسجل سويسرا، يتلقى أهداف. بالنسبة للتوقع الخاص هذه المباراة، من الممكن أن يسجل كلا المنتخبان في هذه المباراة، وأيضا من الممكن أن ألعب يسجل منتخب الكاميرون على الأقل هدف في هذه المباراة، من الممكن أن يسجل. مباراة الأخرى مباراة منتخب أوروغواي مع منتخب كوريا الجنوبية. إذا المنتخب الكوري مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية على خطى المنتخب الياباني اليوم الذي حقق المفاجأة. من الممكن أن نقول أنها ليست مفاجأة، المنتخب الياباني دائما هو مقاتل، يلعب بروح قتالية كبيرة. في كأس العالم تمكن من الفوز على ألمانيا ب2-0. من الممكن كوريا الجنوبية يعني أن يحذو خطوة يعني ويفعل نفس الشيء. بالنسبة لهذه المباراة مع الأوروغواي أيضا في المدة الأخيرة لا أتوقع أن مستواه كان جيد جدا. بالنسبة للتوقع لهذه المباراة، أعطي الأونديكاب 2 بين قوسين 1. هذا الرهان يعني إذا انتصر كوريا أو تعادل، في حال تحقيقه الدوبل شونس نربح الرهان، وإذا خسر بفارق هدف 1-0 أو 2-1 تسترجع مبلغ اللاعب لا تخسر. يخسر هذا الرهان إذا انتصر أوروغواي بفارق هدفين أو أكثر على كوريا الجنوبية. إذا المنتخب البرتغالي في المباراة الثالثة مع منتخب غانا، المنتخب الأفريقي الآخر. أتوقع منتخب غانا ربما هو أضعف منتخب أفريقي مشارك في نهائيات كأس العالم لهذه السنة. منتخب غانا تأهل على حساب منتخب نيجيريا. منتخب البرتغال يملك نجوم. منتخب البرتغال أتى إلى كأس العالم لتحقيق نتائج إيجابية جدا. أتوقع أن ينتصر منتخب البرتغال في هذه المباراة. والمباراة الأخيرة قمة بين منتخب البرازيل ومنتخب صربيا. أتوقع كرأي شخصي بالنسبة لمنتخب البرازيل أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم يعني للفوز بكأس العالم. منتخب صربيا يعني في أوروبا كما نرى آخر مباريات 4 انتصارات، تعادل مع سلوفينيا ب2-0. آخر مباراتين بين المنتخبين انتصار البرازيل في كلا المباراتين. يعني بالنسبة لهذه المباراة أقول منتخب صربي منتخب جيد جدا، لكن يلاقي منتخب البرازيل قادم إلى قطر للفوز بكأس العالم. إذا أصدقاء، أتوقع انتصار منتخب البرازيل. إذا هذه التوقعات الخاصة بهذه المباريات. وبالنسبة لنسب الأوديتي، بالنسبة لمباراة سويسرا والكاميرون، أن يسجل منتخب الكاميرون هدف في المباراة، أودد 1.71. أما يعني توقع كلا المنتخبان يسجلان، أتوقع نسبة الأوديتي تفوق 2. إذا كلا المنتخبان يسجلان 2.06.
منتخب الأوروغواي مع كوريا الجنوبية، الهانديكاب 2 بين قوسين 1، ألا يخسر كوريا الجنوبية بفارق هدفين أو ضد 1 68. البرتغال ينتصر على غانا أو ضد 1 43، وانتصار البرازيل على صربيا أو ضد 1 47. أتمنى التوفيق أصدقائي الجميع وإلى اللقاء.